اول لمسه لحنان إتحاج على مستوى الجهه اليمنى. سناء مسودي، هذه فرصه محاوله فائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ولكن الكره اقرب لبير-لويس اماندين. كتبعد الكره. تدخل عزيز الرباح، كره خارج ارضيه الملعب. شرط فائده منتخب هايتي. كيغليت مالو المدرب الفرنسي، مدرب شاب يقود منتخب وطني. مشات كره في الجهه اليمنى، هذه فرصه ومحاوله دائما بواسطه جودي تشيرلي. تمريره داخل منطقه الجزاء لكن تغطيه حاضره من طرف ياسمين مرابط. فاطمه تاغناوت ممتازه. فاطمه تاغناوت انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى، مراوغه ثانيه لكن التغطيه كانت حاضره من طرف بيير-لويس اماندين في الوسط لفائده منتخب هايتي. كره من جديد لميلشي دايل. بيير-لويس دايانا، كره في الجهه اليسرى. جوزيف طابيتا، تدخل الحكم كتعلن على خطا لفائده منتخب هايتي. جوزيف طابيتا لعبة فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي. كره في الجهه اليمنى. بيير-لويس اماندين، انطلاقه ديال اماندين. تمريره لكن ياسمين مرابط حاولت عزة الرباح انها تحصل الكره ولكن كره خارج ارضيه الملعب. تعود لمونديزير نيرينيا عميدة منتخب هايتي. تدخل من جديد وشرط، هذه تنفذ الشرط من بيير-لويس اماندين. تدخل عزة الرباح. ياسمين مرابط حاولت اخراج الكره من مناطق المنتخب الوطني المغربي. حنان إتحاج، نجاة بدري. تعود لفائدة منتخب هايتي. تمريرة على مستوى الجهة اليمنى، تغطية حاضرة طرف جينيفر ليماج لسيزار فيوليتا. كما قلت من كرة القدم النسوية المغربية لطريق والمسار الجيد والمسار الناجح حتى تواجد مراكز وأكاديمية محمد السادس، فيعني ساهمت بشكل كبير. نذكر بانه حاليا سيد فوزي الخجار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يتواجد بموريتانيا الشقيقه بدعوه من رئيس الاتحاد الموريتاني لكره القدم حضور حفل تدشين اكاديميه المواهب فيفا. كما قلت خصوصا يعني خطوات كبيره اللي قطعها المغرب في تاهيل العديد من الاكاديميات ومراكز التكوين. وكتبقى اكاديميه محمد السادس لكره القدم الرائده افريقيا عربيا وعالميا بفضل النظره الثاقبه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده في الرفع من مستوى كره القدم المغربيه ولاعاده تشكيل الرياضه المغربيه واكتشاف المواهب الكرويه ذكورا واناثا ومساعدتهم على الوصول الى اعلى المستويات والرفع من مستوى ونتائج خصوصا المنتخبات الوطنيه. وهذا هو اللي كنتابعوا الان من خلال المنتخبات الوطنيه السنيه. كرة من جديد تعود لفائدة منتخب هايتي. جينيفر ليماج كثر تلعب الكره على مستوى الجانب ولكن تغطيه حاضره. فاطمه تاغناوت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاغناوت تمرر، هذه فرصه ومحاوله تسديده ولكن الكره بعيده. كره في الزاويه، اول ركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي في هذه الجوله الثانيه. كانت بواسطه اللاعبه سكينه أزراوي اللي بحثت على تسديد للمرمى. صوره جميله حضور المراه المغربيه لمسانده هذه اللاعبات ومسانده هذه اللبؤات. سكينه وزراوي المحاوله الاخيره. اذا ركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي. الجوله الاولى كانوا هناك 3 ركنيات للمنتخب المغربي في وقت المنتخب هايتي لم يتحصل على اي ركنيه. محاوله استثمار هذه الكره الثابته، لعبت كره دائريه راسيه ديال سناء مسودي. دائما محاوله داخل منطقه الجزاء، الحكمه كتعلن على خطا لفائده منتخب هايتي. محاوله استثمار هذه الفرصه وهذه المحاوله امامنا
ابتسام جريدي، ننتظر الخطوره ديال ابتسام جريدي، تحركات نجاة بدري، ثناء مسودي، فاطمه تاكناوت، يعني لاعبات اللي بامكانهم يعطيو الاضافه على مستوى الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كنتابعوا التدخل اللي كان امام ميتشي دايل. نفذ خطا جينيفر في الجهه اليسرى، تمريره من جوزيف طابيتا، كره خارج ارضيه الملعب وشرط في ذات المنتخب الوطني المغربي. غادي تنفذ من طرف لاعبه حنان ايت الحاج، كيبان هناك اصابه على لاعبه مولديزير نيريديا، ابرز لاعبه في صفوف منتخب هايتي وعميده منتخب هايتي، مسجلت الهدف الوحيد الان بالنسبه للمنتخب هايتي. هناك خطا صعود كلير انا في الجهه اليمنى، بيير لويس اماندين، كره اقرب لابتسام جريدي، ابتسام جريدي تمرير ممتازه على مستوى الجهه اليسرى لفاطمه تاكناوت، فاطمه تاكناوت كتنتظر المسانده، هذه فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، ولكن نتمنى ما كانش بشكل جيد ابتسام جريدي في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. الحكمه المساعده مريم كوليبالي، طاقم تحكيمي من مالي. كرة القدم النسوية على المستوى الافريقي كذلك يمكن نقول انه تطور كبير، كيبقى منتخب نيجيريا من اقوى المنتخبات الافريقيه واللي سبق له فاز ب 11 لقب على المستوى الافريقي. ضيف لهم كذلك غينيا السوائيه اللي كان فاز بلقبين، هذه فرصه ومحاوله تدخل وابعاد الكره، اضافه لمنتخب جنوب افريقيا كذلك اللي فاز بلقب واحد. اول لقب على المستوى الافريقي كان فاز به منتخب نيجيريا نسخه 91، كان امام منتخب الكاميرون. كره في جهه اليسرى، شريف جنة، شريف للعميده غزلان شباك، غزلان شباك تمريره كان يبحث عن فاطمه تاكناوت، ترجع كره مره اخرى لغزلان الشباك وشرط في ذات المنتخب الوطني المغربي. متألقة غزلان الشباك، واعتقد انه حتى الاحتراف والانتقال للدوري الاسباني ضاف شيء الكثير كذلك لغزلان الشباك رفقة فريق ليفانتي الاسباني، بعدما يعني حققت العديد من الالقاب مع فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي كيبقى من الفرق القويه ومن الفرق المتالقه ومن الفرق اللي صاحبت اكثر عدد من الالقاب على المستوى المحلي وكذلك حضور على المستوى الافريقي والمستوى القاري. هذه فرصه ومحاوله لفائده منتخب هايتي خطيره، خروج ممتاز، خروج ممتاز للحارسه هند حسناوي في المكان والتوقيت المناسبين. كانت فرصه ومحاوله خطيره لفائده منتخب هايتي، دخول داخل منطقه جزاء لويس باتشيبا، لكن الخروج موفق لانه حتى لويس باتشيبا كره كانت متقدمه شيئا ما. باتشيبا لاعب فريق اف سي فلوري 91 الفرنسي، تمارس الى جانبها ساره كاسي المتواجده على مستوى الاحتياط الان. ياسمين مرابط كتلعب الكره طويله اتجاه فاطمه تاكناوت، فاطمه تاكناوت فرصه لانه كان تباطؤ ديال خروج سيزار فيوليتا. فاطمه تاكناوت حاولت توصل الكره وانها تكون اسرع من سيزار فيوليتا. لاحظوا الخروج ديال الحارسه سيزار اللي كان يعني بتباطؤ شيئا ما. هذه محاوله سناء مسودي، تغطيه حاضره وابعاد الكره خارج ارضيه الملعب الشرطي في ذات المنتخب الوطني المغربي. كان تدخل ديال كلير انا كونستون اللي بعدت الكره، تمارس بالدوري الامريكي. شريف الجنه، فاطمه تاكناوت، تغطيه حاضره من طرف بيير لويس دايانا. غزلان شباك، هذه فرصه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، تسديده ولكن كان تسرع شيء امام ابتسام جريدي. ابتسام جريدي كان بامكانها مازال تزيد بالكره ولما لا الدخول داخل منطقه الجزاء على اين. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابتسام جريدي حاولت انه تسدد مباشره للمرمى لكن الكره مشات بعيده على مرمى الحارسه سيزار فيوليتا.
الدقيقة 56 دائما هدف ليميتي بين المنتخبين. جينيفر ليماج لكلير انا، كرة في الوسط بيان لويس دايانا دائما لفائدة منتخب هايتي، ولكن تمريرة خاطئة. كان إمكانية التمرير، كتضيع الكرة من سكينة وزراوي. عزيز الرباح، شريف جنة، فاطمة تاكناوت لشريف جنة على مستوى الجهة اليسرى. استرجاع كرة من طرف جودي تشيرلي على مستوى الجهة اليمنى. لويس باتشيبا تمريرة، ولكن الكرة بعيدة، كان بحثت على مونديزير نيريليا، لكن الكرة أقرب للحارسة هند حسناوي. تابع هذه الفرصة وهذه المحاولة، خروج الحارسة هند حسناوي. عايز الرباح لهند حسناوي، ترجع الكرة للويس باتشيبا، تمريرة خاطئة جديد تشيرلي. استرجاع من طرف لاعبات المنتخب الوطني المغربي. نجاة بدري، حنان إكحاج على مستوى الجهة اليمنى. سكينة أزراوي، ياسمين مرابط. نحن تنافس قوي وخطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي ولسناء بسودي. التدخل كان واضح في الكرة الأخيرة. غزال شباك بإمكانه تمرر في الجهة اليمنى. هذه فرصة محاولة، ولكن تغطية حاضرة. لو مرات الكرة أعتقد أنه كان غادي يكون فيها كلام آخر. التغطية كانت من جوزيف طابيتا محتفظة بالكرة. طابيتا كانت من الكرة، تدخل نجاة بدري. ياسمين مرابط، من جديد تعود للاعبات منتخب هايتي في الوقت اللي تغيير قادم في صفوف المنتخب الوطني المغربي. ايمان غزواني لاعبة فريق سيرفيت جنيف السويسري، في الوقت اللي فرصه ومحاوله من الجهه اليمنى. محاوله خطيره بواسطه بيير لويس اماندين، فرصه خطيره مرة جانبا، محاوله خطيره، وان كان للحكم المساعده رافع الرايه، لكن محاولات بهذا الشكل والتمريرات خصوصا من اللاعبه كانت لوحدها امام المرمى. حسن الحظ بان كان هناك وضعيه تسلل. نتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاعبه بيير لويس اماندين لم تكن متسلله. العميده مونديزير نيريليا هي من كانت في وضعيه تسلل. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله وهذه التمريره. محاوله شكلت خطوره في الوقت اللي تغيير في صفوف المنتخب الوطني المغربي. خروج سكينه أزراوي لاعبة فريق التهديف الاسباني تغادر، ودخول ايمان غزواني. سكينه أزراوي لاعبه متميزه، ربح كبير بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي للسيدات، ودخول كذلك لاعبه ايمان غزواني لاعبة فريق سيرفيت جنيف. شريف جنة على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. ياسمين مرابط، عزيزة الرباح لاعبة فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي اللي فاز بدوري ابطال افريقيا للسيدات، خصوصا النسخه الثانيه اللي كان مسار ناجح ومسار متميز. فوز في اللقاء النهائي امام فريق مامولودي سانتاونز الجنوب افريقي باربعه الاهداف لا شيء. حضور الجيش الملكي على المستوى الافريقي فاكيد خصوصا تواجد لاعبات بالمنتخب الوطني المغربي فهو يفيد كثيرا. نجاة بدري، كرة طويلة على المستوى الجيل من هذه فرصة ومحاولة. هناك انطلاقة ديال حنان إكحاج، تواجد إيمان الغزواني. سناء بسودي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة ومحاولة البحث على اللاعبة ابتسام الجريدي. كان ارتقاء ديال ابتسام الجريدي ولكن ما وصلتش الكرة. اصبح مرتد هجومي الآن، هجوم مضاد لفائدة منتخب هايتي. تدخل ممتاز ديال عزيز الرباح تعود لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سناء مسودي تدخل من طرف ميلشي دايل. حكم كتقول ما كاينش هناك خطأ.
العوده ديال نجاة بدري، وهناك خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. وتدخل قوي، وهناك دماء على مستوى الوجه ديال نجاة بدري. التدخل الاخير كان تدخل قوي على مستوى الوجه. يعني لاعبات ديال منتخب هايتي صراحه بنيه جسمانيه قويه. لاحظوا نعزة الرباح خلال كذلك فاطمه تاكناوت طلبوا بخورخي فيلدا رودريغيز بان يكون هناك تغيير، اذا تغيير قادم في صفوف المنتخب الوطني المغربي. لكن سلامات للاعبه نجاة بدري اللي كتستعد للدخول، هي سارة كاسي لاعبة فريق فلوري 91 الفرنسي، واللي قلت بانها تجاور اللاعبه رقم 7 لويس باتشيبا لاعبة منتخب هايتي، في الوقت اللي امامنا لاعبات احتياطيه ديال المنتخب هايتي كيقوموا الان بعمليه ديال الاحماء. حتى الان كيغنيت مالو المدرب الفرنسي مازال لم يقدم على التغيير. امامنا نهيلة بنزينا، امامنا يان رودزيلا كذلك يقوموا بعمليه ديال الاحماء والتسخينات. اخر تعليمات لسارة كاسي طرف الطاقم التقني المساعد لخورخي فيلدا رودريغيز. اذا نجاة بدري لقات الاسعافات الاوليه الان، سيتم اخراجها خارج ارضيه الملعب. لاعبة فريق الجيش الملكي، لاعبة مخضرمه خبره وتجربه لنجاة بدري، وبالتالي تجارب يمكن تقديمها كذلك لهذو اللاعبات. الان امامنا في الصوره سارة كاسي لاعبه شابه، تقديم لاحظوا خورخي فيلدا رودريغيز اللي جانب مساعد قرمان كذلك لايصال كل الافكار ديال فيلدا رودريغيز للاعبات المنتخب الوطني المغربي. اذا المباراه متوقفه الان في انتظار كما قلت القيام بالتغيير، تغيير اضطراري الان بعد اصابه ديال نجاة بدري، ودخول ننتظر دخول سارة كاسي حكمه ديال المباراه. حديث مع لاعبات ديال المنتخبين. اعتقد انه الحديث هو حول التدخل الاخير امام اللاعبه نجاة بدري، لانه كان تدخل قوي. ولا تابعنا اللي كان هناك دماء على مستوى الوجه ديال نجاة بدري. نتمنى ان الاصابه ما تكونش اصابه بالغه، كنعرفوا القيمه ديال هذه اللاعبه في صفوف المنتخب الوطني المغربي. الوصول ان شاء الله الى نهائيات كاس افريقيا، نتمنى انه كل اللاعبات يكونوا حاضرين يعني على المستوى البدني، على المستوى التقني، على المستوى التكتيكي، تكون جاهزيه كامله. اذا خروج نجاة بدري، دخول سارة كاسي. كذلك روزي لايان لاعبة فريق توتنهام الانجليزي تستعيد للدخول مكان سناء بسودي. إذا محاولة تقديم اضافه جديده على مستوى الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. خروج سناء بسودي لاعبة فريق الجيش الملكي تغادر وتترك مكانها لرودزيلا هيان لاعبة فريق توتنهام الانجليزي. اذا ننتظر استئناف اللاعب وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. يتنفذ خطا من طرف المدافعه ياسمين مرابط. مشات كره في الجهه اليسرى، شريف جنة، فاطمه تاكناوت كتضيع من الكره. تدخل ديال بيان لويس اماندين، ممتازه شريف جنة. لاحظوا استرجاع الكره في الوسط، فاطمه تاكناوت لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل قوي مره اخرى، حذاري. لازم الحكم الان يعني يكون هناك بطاقات، لان تدخلات هي قويه.
تدخل ديال بيير لويس ديانا تمارس بالدوري الفرنسي. اذا الانذار اللي لاحظوا تدخل قوي صراحه. سلامات لاعبه شريف جنة. اذا ديانا بيير لويس كتلقى الانذار في الوقت اللي لاحظوا يعني في الجهه الاخرى مازال نجاة بدري كتلقى الاسعافات الاوليه. تمريره في الجهه اليمنى، اول لمسه لروزي لايان على مستوى الجهه اليمنى، بحث عن امكانيه المراوغه، تدخل وشرط في ذات منتخب هايتي. كان تغطيه من طرف جوزيف تابيتا في الكره الاخيره. اذا شرط في ذات منتخب هايتي يتنفذ من طرف العميده مونديزير نيريليا. استرجعوا كره لعبات ديال المنتخب الوطني المغربي، فرصه ومحاوله تمريره فاطمه تاكنات وضعت الكره، تسديده ومرات جانبا، تسديده قويه مرات جانبا بواسطه لاعبه غزلان الشباك. غزلان الشباك كان بامكانه تضع الكره في الشباك، كره تمر جانبا من القائم الايسر. نتابعوا من جديد فاطمه تاكنات بالكعب وضعت الكره، التحضير كان ممتاز لغزلان الشباك التي تسدد بكل قوه والكره تمر جانبا. كانت فرصه ومحاوله سانحه للتسجيل من اجل اضافه هدف ثاني في ذات المنتخب الوطني المغربي. يعني بعد التسديده تابعت تردد فعل ديال خورخي فيلدا رودريغيز، وهذا كيبين انه يبحث عن هدف ثاني ويبحث عن هدف تقدم. كره خارج ارضيه الملعب. المدرب الاسباني على المستوى العالمي اكيد الاطار الاسباني عنده حضور قوي، يعني بقيمه خافير كليمنتي وكاماتشو ولويس اراغونيز وفيسنتي ديل بوسكي وفرناندو هيرو والعديد من اكيد لويس انريكي واسماء كثيره واسماء كبيره في عالم المستديره. ترجع كره في ذات المنتخب الوطني المغربي، كره خارج ارضيه الملعب، شرط للمنتخب المغربي غادي يتنفذ من طرف المدافع حنان ايت الحاج، غادي يتنفذ الشرط. تدخل الدفاع ديال منتخب هايتي، كره في جهه اليسرى ياسمين مرابط، ترجع كرة لسارة كاسي، عزيز الرباح، شريف جنة، شريف جنة مرة أخرى على مستوى التغطية، تعيد الكرة للحارسة هند حسناوي. سارة كاسي على مستوى الجهة اليمنى، روزي لايان في الوسط، تغيير اتجاه الكره بشكل ممتاز لفاطمه تاكناوت. فاطمه تاكناوت تمريره من ابتسام الجريدي وسيزار فيوليتا خارج ارضيه الملعب، وشرط في ذات المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي اللي كان جرى العديد من المباريات الوديه امام مدارس مختلفه، خصوصا من المدارس الافريقيه، منتخبات بقيمه الفوز اللي كان امام منتخب مالي اللي كان ضرب بملعب سيني ترمل بتطوان، والفوز امام منتخب بوتسوانا، واجرى امام السنغال، امام تنزانيا، والعديد من المنتخبات الافريقيه. كره من جديد في ذات منتخب هايتي، لاحظوا الضغط من رودزيلا، كره طويله اقرب لعزيز الرباح، تعيدها للحارسه هند حسناوي. منتخبات السنيه كذلك على مستوى الذكور، منتخب اقل من 17 سنه، كاس افريقيا اللي غادي تجرى بين 30 من
شهر مارس و19 من شهر ابريل مؤهله لنهائيات كاس العالم. منتخب الوطن المغربي وضعت القرعه الى جانب اوغندا، تنزانيا ومنتخب زامبيا. اكيد نهائيات كاس افريقيا 17 سنه غتجرى بالمغرب، وهي كذلك مؤهله لنهائيات كاس العالم اللي غادي تكون بقطر في الوقت اللي كاس افريقيا اقل من 20 سنه المقبله بكوت ديفوار 26 من شهر ابريل و18 من شهر ماي. المنتخبات الاربعه اللي غتاهل الى النصف النهائي غادي تحجز مقاعد بكاس العالم. المنتخب الوطني المغربي ودعت القرعه الى جانب نيجيريا، مصر وجنوب افريقيا. خطا لفائده منتخب هايتي امامنا جودي تشيرلي، تستعيد تنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته. رفعت كره داخل منطقه الجزاء، خروج الحارسه هند حسناوي. ابعاد الكره تعود من جديد لجوزيف طابيتا على مستوى الجهه اليمنى. انطلاقه ديال تشيرلي، كره بعيده خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. التمريره كانت من جوزيف طابيتا نحو اللاعبه جودي تشيرلي. اعتماد على الجهه اليمنى كتبقى نشيطه بالنسبه لمنتخب هايتي. اذا ضربه مرمى هند حسناوي لياسمين مرابط. كرة طويلة، محاولة إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء وسط لاعبة إيمان الغزواني. جوزيف طابيتا، كرة خارج أرضية الملعب لأنه ضغط من لاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي. دفاع بجوزيف طابيتا أنه تخرج كرة خارج أرضية الملعب وشرط فائدة المنتخب الوطني المغربي. غادي تنفذ من طرف لاعبة حنان أيت الحاج. حنان أيت الحاج إلى جانبها إيمان الغزواني. اختارت رودزيلا، كتضيع الكرة من جديد لفائدة المنتخب الوطني المغربي من الجهة اليمنى. حنان أيت الحاج إمكانية العرضية، تدخل والكرة في الركنية. ركنية لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صعود لاعبة ومدافع حنان أيت الحاج لمساندة الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الركنية، صعود ياسمين مرابط، صعود عزة الرباح، البحث عن الضربات الرأسية من أجل الوصول لمرمى الحارسة سيزار فيوليتا. فاطمة تاكناوت هي غتنفذ هذه الركنية من الجهة اليسرى لمرمى منتخب هايتي. فاطمة تاكناوت لعبت الكرة عرضية، دي فرصة ابتسام الجريدي، تسديدة، تدخل دائما الخطورة متواصلة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي المطالبة بلمسة يد والمطالبة بضربة جزاء. حكم المالية لم تحرك ساكنا في الكرة الأخيرة. نتابعوا الإعادة من جديد. غزلان الشباك، كان تدخل ديال بيير لويس اماندين، لكن اعتقد انه حتى اليدين ديال اماندين يعني كانوا مع الجسم، بالتالي هو اللي خلى الحكمه انا ما تعلنش على ضربه جزاء. اذا التغيير، دخول روكزيلين الواسان لاعبة فريق نونتا الفرنسي. اذا تغيير اول في صفوف منتخب هايتي، خروج جودي تشيرلي التي تغادر. روتزيلين الواسان لاعبة فريق نونتا الفرنسي هي اللي كتدخل الان. كلير انا لسيزار فيوليتا. ندخل الان 15 دقيقة الأخيرة وربع ساعة الأخيرة من الوقت الأصلي لهذه الجولة الثانية. دائما هدف لمثل بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي للسيدات ومنتخب هايتي. المباراة كتدور هنا بملعب الأبجيكو بمدينة الدار البيضاء، يعني حتى الحضور الجماهيري الآن أصبح حضور أكبر. كرة طويلة من عز الرباح، روتزيلا محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، البحث على اللاعبة فاطمة تاكناوت. فاطمة تاكناوت من جديد لروتزيلا، فرصة ومحاولة في المنتخب الوطني المغربي. الرأسية دائما خطورة متواصلة، فرصة ومحاولة. الرأسية ديال ابتسام الجريدي
كان بامكانها يعني تحمل الخطوره، ولما لا منحنا هدف ثاني. نتابعوا من جديد فاطمه تاكناوت. لاحظوا انطلاقه ديال رودزيلا، طلبات الكره بشكل ممتاز، تمرر ابتسام الجريدي. لاحظوا مسات الكره لكن الكره ما مشاتش للمرمى. تعطي هذه الفرصه وهذه المحاوله على المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاكناوت، تاكناوت على مستوى وسط الميدان، استرجاع الكره بشكل ممتاز. فاطمه تاكناوت، تمريره من ايمان غزواني، كره سهله عند الحارسه سيزار فيوليتا، بسرعه لبيير لويس اماندين. نتيجه امامنا دائما هدف لمثلي بين المنتخبين. هدف نيرينيا مونديزير في حدود الدقيقه 39 من الجوله الاولى، وغزال شباك في حدود الدقيقه 43 في الوقت. هذه الفرصه وهذه المحاوله من جهه اليسرى، مونديزير نيرينيا رفعت الكره، محاوله خطيره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى. ضربة مرمى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كان البحث على لاعبة روزيلين الواسن، اللاعبة اللي دخلت خلال هذه الدقائق. على مستوى الترتيب العالمي بالنسبة لكرة القدم السيدات كيبقى المنتخب الامريكي وصاحب الرتبة الاولى، متبوع بمنتخب اسبانيا ثم المانيا في الرتبة الثالثة. المستوى الافريقي كما قلت نيجيريا في الرتبه الاولى، جنوب افريقيا في الرتبه الثانيه، والمنتخب الوطني المغربي في الرتبه الثالثه. في الوقت العربي المنتخب المغربي هو صاحب الرياده. هذه فرصه ومحاوله لفائده منتخب هايتي. كاينش هناك خطا، كره في الوسط، انطلاقه ديال ابتسام الجريدي. ابتسام الجريدي، محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابتسام الجريدي، فرصه، تدخل سيزار فيوليتا، ممتازه ابتسام الجريدي، طريقه باش انطلقت خدات الكره. نتابع من جديد الفرصه وهذه المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابتسام الجريدي يعني انتظرت المسانده لما شافت بان يعني حتى رودزيلا عيان كانت شويه بعيده امام ثلاث مدافعات، فبحثت على القائمه الثانيه، لكن تسديد عرفت تدخل الحارس سيزار فيوليتا في الوقت اللي فرصه ومحاوله من الجهه اليسرى لفائده منتخب هايتي. البحث على التمرير داخل منطقه الجزاء، رفعت الكره، محاوله خطيره خطيره خطيره، تدخل ممتاز لهند حسناوي امام بيير لويس اماندين. بيير لويس اماندين تسدد بكل قوه في الوقت اللي نتابعوا هذا المرتد الهجومي. فاطمه تاكناوت تنتظر المسانده، تمريره، فرصه ومحاوله بواسطه اللاعبه ايمان غزواني. هناك صافره، هناك رايه وضعيه تسلل، وهذا هو اللي خلى فاطمه تاكناوت انها انتظرت شيئا ما مرات، ولكن كانت في وضعيه تسلل. سنتابع بالفعل كان وضعيه تسلل، كان بامكان فاطمه تاكناوت ان تختار الجهه اليمنى. كان انطلاقه ديال رودزيلا، محاوله تضيع للمنتخب الوطني المغربي. لكن مهم جدا نتابعوا هذه الفرص وهذه المحاولات وهذه المترابطات بين لاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي. تمريره من جينيفر ليماج على مستوى الجهه اليسرى، جوزيف طابيتا، جينيفر لكلير انا، بيير لويس اماندين، ميلشي دايل. تمت قصيره بلاعبات ديال منتخب هايتي. استرجاع كره من فاطمه تاكناوت، كره خارج ارضيه الملعب. شرط في المنتخب الوطني المغربي. هذه تنفذ اشرت من طرف اللاعبه والمدافعه شريف جنه. اللي كتقدم صراحه مستوى طيب، لاعبه شابه كما قلت، لاعبه عندها 18 سنه فقط، تمارس البيئة الدولي البلجيكي، ولاعبه عندها مستقبل كبير. غزال شباك لرودزيلا على مستوى الجهه اليمنى. رودزيلا كتمرر لحنان ايت حاج، البحث من جديد على اللاعبه ايمان غزواني على مستوى الجهه اليمنى، لكن تغطيه حاضره، ابعاد الكره خارج ارضيه الملعب، وشرط من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي.
حنان أيت الحاج سارة كاسي. حنان أيت الحاج تمرير ممتازة لرودزيلا، إمكانية التمرير، فرصة ومحاولة تمر من أمام المرمى، تمر من أمام المرمى يعني ابتسام جديدة كانت بعيدة شيئا ما. فرصة ومحاولة في ذات المنتخب الوطني المغربي، لأنه تابعنا رودزيلا لعبت الكرة بكل قوة، بأن أي لمس للكرة كان بإمكانها يعني تخالط الحارسة سيزار فيوليتا. لاحظوا طريقة التمرير أو طريقة التسديد، كرة أرضية لكن الكرة تمر من أمام شباك ميلشي دايل. حكم المساعد رافع الراية، شرط في ذات المنتخب الوطني المغربي. هذه تنفذ الشرط، تعليمات دائما من طرف المدرب الاسباني. غزال الشباك ممتازه، تمريره لايمان الغزواني، غزال الشباك دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله لفداء المنتخب الوطني المغربي. تغطيه حاضره وضربه مرمى، كانت محاوله لفداء المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا العوده ديال اللاعبه رودزيلين الواسان اللي تمكنت من تكون هناك تغطيه امام غزلان الشباك، وبالتالي كره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده منتخب هايتي. جينيفر رجع كره لكلير انا على مستوى الدفاع ديال منتخب هايتي. خروج، لازم خروج الحارسه بالفعل، الحارسه هند حسناوي. كل هدوء لعزة رباح. ياسمين مرابط، كرة طويلة وحتى النتائج اللي كانت تحققت ديال المنتخب الوطني المغربي بنهائيات كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا، فصراحة أعطت دفعة قوية للكرة المغربية. صحيح أن حلم أستراليا ونيوزيلندا انتهى، ولكن الحلم المونديالي دائما غيبقى حاضر عند هذا الجيل والأجيال القادمة. ولما لا، لأن المستحيل ليس مغربيا تحقيق إن شاء الله نتائج تكون أفضل ونتائج أقوى، شريطة مواصلة العمل، استثمار الأمور الإيجابية وتصحيح الأخطاء. اليوم كنتحدثوا على منتخب هو وصيف بطل إفريقيا، غدا إن شاء الله لما لا أنه يكون بطل إفريقيا. بالتالي دائما القادم أحسن والقادم أفضل للكرة المغربية. شرط في ذات منتخب هايتي ميلشي دايل لبحث الامكانيه التسديد، تسديده خطيره، تدخل هند حسناوي، تسديده خطيره وقويه من لويس باتشيبا. لاحظوا تجرب التسديد لمرمى، خصوصا انه التسديده كانت مباغته كل قوه، وتدخل ممتاز للحارسه هند حسناوي. تمريره من سارة كاسي، تعود لعزيزة الرباح. 5 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لهذه الجولة الثانية، في الوقت اللي تغيير قادم في صفوف منتخب هايتي. لاعبة كتساعد الدخول، لاعبة أنيسة إبراهيم. هذه فرصة محاولة، أعتقد هناك وضعية تسلل بالفعل كانت واضحة على لاعبة رودزيلين الوصل اللي كانت في وضعية تسلل. نتابع من جديد هذه المحاولة. إذن خروج مونديزير ليريليا مسجلة الهدف. إذن مونديزير ليريليا مسجلة الهدف لفائدة منتخب هايتي. تغادر دخول أنيسة إبراهيم. نتابع الفرصة والمحاولات، تمريرة من جودي تشيرلي ومونديزير نيريديا التي وقعت الهدف. تغادر الآن في الوقت التغيير كذلك في صفوف المنتخب الوطني المغربي. خروج فاطمة تاغناوت
دخول انيس الحماري. هذا لاعبة فريق ليفانتي الاسباني فاطمه تاغناوت، لاعبة متميزه والمتالقه دائما مع المنتخب الوطني المغربي. ياسمين مرابط كتلعب الكره في الجهه اليمنى لروتزيلا. حنان إتحاج تمرير دائما على مستوى الجهه اليمنى. استرجع كره من طرف مينشي دايل. لاحظوا العوده ديال غزلان الشباك بشكل ممتاز. حنان إتحاج، ياسمين مرابط، مشات كره في الجهه اليسرى. شريف جنه مرة أخرى لعزيزة الرباح. ياسمين مرابط كتلعب الكرة طويلة. تدخل بيير لويس أماندين. شريف جنة، ابتسام جريدي ما تمكناش من حصر الكره. تعود لفائده المنتخب على المستوى الجهه اليمنى لابراهيم انيسه اللي دخلت منذ قليل. محاوله خطيره لفائده منتخب هايتي داخل منطقه الجزاء. تغطيه حاضره ممتازه. العوده كذلك ديال اللاعبه ساره كاسي. فرصه ومحاوله خطيره لفائده منتخب هايتي. ولاحظوا السرعه في تنفيذ العمليات والمترابطات والتمريرات كذلك الامكانيات التقنيه لمنتخب هايتي. وهذا هو اللي اعتبرت بان يعني محك حقيقي ومباراه هي مهمه ومفيده كيف ما كانت النتيجه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. فكنلعبوا امام لاعبات اللي كما قلت بانه كينشطوا بالدوري الفرنسي وبالدوري الامريكي وبالدوري الاسباني، وبالتالي هي دوريات كبيره ودوريات قويه. تمريره على مستوى الجهه اليسرى، لكن كره كانت فقط للاعبات منتخب هايتي. تعود لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه لاعبه انيسه الحماري. انيسه كتمرر لغزلان الشباك. غزلان الشباك تمريره لابتسام جريدي. تدخل الدفاع ديال المنتخب هايتي اللي كيبعد الكره. كره اقرب للاعبه والمدافعه عزيزه الرباح اللي كتخلي الكره تخرج خارج ارضيه الملعب، وشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. إغنيت مالو مدرب الفرنسي كان يعلم جيدا بانه سيواجه كذلك منتخب قوي ومنتخب منظم. تمريره ممتازه على مستوى الجهه اليسرى. شريف جنه تمريره، لكن الكره كانت بعيده اقرب للاعبات منتخب هايتي عند اللاعبه روزيلين إلواسا. تدخل ياسمين مرابط. روزيلايان ساراكاسي لشريف جنه. عزيزه الرباح مرة أخرى على مستوى الجهة اليسرى. تدخل، هناك خطأ بالفعل، خطأ واضح. تدخل أمام لاعب أنيس الحماري. خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا التدخل ديال بيير لويس أماندين لاعبة فريق سان تيتيان الفرنسي. لاحظوا بان خورخي فيلدا كيطلب من اللاعبات انه يساعدوا الان من اجل استثمار هذه الكره الثابته، خصوصا الان كنلعبوا الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي لهذه الجوله الثانيه في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع. كره طويله من شريف جنه. فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. كانت تسديده لكن فقط المدافع جينيفر ليمانج. مشات كره في الجهه اليمنى من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره من ياسمين مرابط. هذه فرصه ومحاوله تدخل سيزار فيوليتا. يعني كانت المتابعه ديال ايمان الغزواني في الكره الاخيره، وكذلك كان ارتقاء ديال ابتسام جريدي. نتابع ياسمين مرابط رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. المتابعه ديال ايمان الغزواني وتدخل سيزار فيوليتا. كره خارج ارضيه الملعب. اذا ركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى لمرمى سيزار فيوليتا حارسة مرمى منتخب هايتي. رفعت الكره الراسيه، هذه فرصه. هناك المطالبه بضربه جزاء، مطالبه بلمسه يد وبضربه جزاء. الحكم المالي الان كانت منح خطا لفائده منتخب هايتي. سنتابع هذه المحاوله. لا اعتقد انه كان هناك لمسه يد، ما كاينش هناك لمسه يد بالفعل. الكره لمسه موريل موديلين. جوج ديال الدقائق وقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه، والمباراه دائما تعادل ايجابي هدف لمثله بين المنتخب الوطني المغربي
ومنتخب هايتي للسيدات. إذا الخطأ اللي في يد منتخب هايتي في الوقت اللي هناك تغيير قادم، دخول دومون تشيلسي هذه لاعبة فريق اولمبيك مارسيليا، وخروج لويس باتشيبا. لويس باتشيبا اللي قدمت مستوى طيب في صفوف منتخب هايتي. تغادر لويس باتشيبا لاعبة فريق اف سي فلوري، وهي اللاعبة اللي خرج منها تجاور سارة كاسي كذلك اللي دخلت منذ قليل في صفوف الفريق الفرنسي لدخول دوموند تشيلسي لاعبة فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي. تدخل، تعود الكرة من جديد في يد منتخب هايتي. تدخل عزيز الرباح، غزال الشباك، ابتسام الجريدي. العودة من وضعية التسلل، العودة من وضعية التسلل وخطأ لفائدة منتخب هايتي. نلعب الدقيقة الثانية، الثواني الأخيرة من هذه المباراة. تمريرة من ميلشي دايل، تغطية من حنان الحاج، يبعد الكرة خارج أرضية الملعب مباشرة في يد منتخب هايتي. كما قلت كتبقى مباراة مهمة، مباراة مفيدة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي في إطار استعداداته لنهائيات كأس أفريقيا التي ستقام إن شاء الله بالمغرب. آخر فرص، آخر المحاولات بالنسبة للمنتخب هايتي، البحث عن إمكانية التسديد. مشات كرة في الجهة اليمنى، لازم التغطية. بيير لويس ديانا رفعت الكرة، تدخل الحارسة هند حسناوي. هند حسناوي تتدخل، فرصة أخرى، تدخل الدفاع وياسمين مرابط اللي بعثت الكرة. أصبح الآن مرتد هجومي، البحث عن ابتسام الجريدي، لكن الكرة أقرب للاعبات منتخب هايتي. كما قلت الحكمة المالية تستعيد على إنهاء هذه الجولة الثانية، والمباراة تعود مرة أخرى على مستوى الدفاع ديال المنتخب هايتي. جوزيف طابيتا تألق كذلك العديد من اللاعبات بالنسبه للمنتخب هايتي. اذا نهايه المباراه بالتعادل الايجابي، هدف لمثل بين المنتخبين. منتخب هايتي سجلت له موديزير نيرينيا عميده المنتخب وغزلان الشباك في حدود الدقيقه 43 من الجوله الاولى. اكيد تعادل بعد ما كان انتصار ديال المنتخب المغربي خلال المباراه الوديه الدوليه الاولى امام منتخب غانا. جوج ديال المباريات غادي يكونوا وضحوا الصوره بالنسبه للمدرب الاسباني خورخي فيلدا رودريغيز في الطريق ان شاء الله الى نهائيات كاس افريقيا المقبله. نكون ان شاء الله في لاهم حدث افريقي، والمنتخب المغربي يكون ان شاء الله مستعد لهذه النهائيات. اذا بروح كبيره تنتهي هذه المواجهه. اشكركم، هذا هشام فرج يحييكم، القاكم في مناسبه قادمه بحول الله، الى اللقاء.